كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حبيت أستغل معاكم رمضان في حاجة مهمة جدا بتعرض لها في جلساتي، ونفسي أقدم فيها بجد مساعدة لكل الأسر. أول حاجة، انتشار الإدمانات الجنسية والسلوكيات الجنسية في الأطفال والمراهقين بقى عالي كتير. لو أنا طفلي أو المراهق اللي عندي في البيت اتعرض لسلوك جنسي فعلا أو واقع في إدمانات جنسية، أو لو أنا لسه ابني ما تعرضش لحاجة زي كده أو ما وقعش في حاجة زي كده بس أنا عايزة أحميه، فإحنا هنستخدم مع بعض سلسلة من الفيديوهات هتعلمنا إزاي نقدر نستخدم رمضان في بناء الجانب الروحي المهم جدا في حماية أبنائنا من أنهم يقعوا في الخواء النفسي اللي بيوقع الأبناء في الإدمانات، وأهمها الإدمان الجنسي. حالة ألمتني جدا لبنت 15 سنة لسه جميلة ما طلعتش للدنيا ولا عاشت حاجة عشان تبدأ حياتها بإدمان جنسي، خلاها ما بتعرفش تفكر في حاجة غيره، مش قادرة تركز في دراسة. قالت لي بالحرف جملة ألمتني جدا كأم. قالت لي أنا نفسي أتعالج عشان أعيش زي بقية الناس. أنا ما بعرفش أشوف الناس عادي، ما بعرفش أذاكر، وما بعرفش أعيش حياتي إلا وأنا بفكر جاست في الجنس. حقيقي دي حاجة مؤلمة إنها تنهي حياتها بدري قوي بهذا الإدمان. عشان كده إحنا هنبدأ بتقوية الجانب الروحي اللي بيحمي أبنائنا من الخواء النفسي. تابعونا وطبقوا معانا حلقة بحلقة عشان هتستفيدوا جدا في بناء شخصيات أبنائكم وبناء مهارات التربية الجنسية من خلال شهر رمضان. كل عام وانتم بخير.